السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة لقمة القاضي أو الزلابية أو العوامات زي ما تسموها سموها، بطريقة جميلة جدا هشة ومقرمشة. وهقول لك بقى سر سعادتي لما كنت بشتريها من ست كده قاعدة في الشارع يا جماعة على ناصية الشارع، وتحط لي في القرطاس وترش لي عليها السكر البودر. هعملها معاكم بثلاث قطع مختلفة وبعجينة جميلة جدا، وهقول لك ازاي تشكليها صح. كله ده واكتر في الفيديو هنا. بس قبل ما ابتدي الطريقة، انا شيماء فرغلي اللي ما يعرفنيش، ودي قناتي. اتمنى متشرفوني بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو فضلا. ويلا بينا نبدأ سريعا الطريقة. اول حاجة معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق المنخول. احنا متفقين مع بعض دايما ان اي دقيق لازم يتنخل. هبتدي اضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ولو ما عندكيش خميرة فورية ممكن تحطي يعني قد حبة عين الجمل كده خميرة بيرة. وضفت عليهم معلقتين كبار من الكاسترد، بديل الكاسترد لو مش موجود النشا، وده سر قرمشتها. وهضيف عليها معلقتين كبار من السكر، سكر حبيبات عادي يا جماعة. الكاسترد بقى العجينة بتاعتي مختلفة عن أي عجينة، بيخلي لونها جميل وطعمها أجمل من النشا بس. وده كاسترد فانيليا. ضفت عليهم طبعا نص معلقة من البيكنج باودر، وما تكتريش البيكنج باودر علشان هو اللي بيساعد ان الاشكال ما تظبطش. وطبعا ضفت معلقة صغيرة كده من اللبن البودر علشان تعزز لي الطعم وتعلي لي القيمة الغذائية بتاعتها، عشان لو في اطفال هتاكل منها. وضفت على كل الكلام ده بقى طبعا نص معلقة من الملح. وطبعا المية بتاعتي هنا انا ضفت مجين مية يا جماعة، مية دافية. عايزة تاخدي عجينة قوامها ناعم وجميل وما تغلبكيش في عجن او اي حاجة، يبقى تتفضلي تضيفي مية دافية. ما تنسوش ان انا اي وصفة بكتب المكونات بتاعتها والمقادير في صندوق الوصف اللي هو اسفل العنوان. كده قوام العجينة بتاعي تخين اهو. هبتدي بقى معايا كوباية تالتة هنزل بيه بربعها كده، وهفكك العجينة بحيث تكون سايلة بالشكل ده، وتفضلي تعملي فيها وتنعمي فيها بمعلقة او بالويسك اليدوية دي. لازم بقى تعملي حركة فيها كده، تاخديها وتقعدي تخبطي فيها وتلتي فيها. ده اللت الفلاح يا جماعة للعجينة، زي العيش البلدي كده اللي بيتعمل على المطرحة. شايفين؟ لازم تتعمل كده، ده بينعمها وبيدخل هوا. انا لما بعمل كده بدخل هوا جوه العجينة. واخر حاجة ضفتها كيس من الفانيليا، اختياري طبعا، بس انا بحب قوي المعجنات فيها ريحة الفانيلا يعني. خلاص اهو بوريكم ازاي يكون قوامها، لا هي تخينة قوي ولا هي خفيفة قوي، اتقل من الكيك يا جماعة. تمام؟ علشان بس الناس اللي بتتلخبط في القوام بتاعها وما بتظبطش معاهم، لانك لو خففتيها قوي هتيجي تعملي الاشكال مش هتبقى حلوة. سيبيها تخمر بقى نص ساعة او ساعة في الجو اللي احنا فيه ده، مش هتاخد وقت معاكي. هنا بعد ما خمرت ما شاء الله، شايفين خمرت ازاي ومليانة فقاعات، تهبطي الخمر بتاعها ده، وتيجي بقى في زيت غزير سخن جدا، تبتدي تنزلي تاخدي بقى قطعة من العجينة في ايدك كده وتدوسي عليها جامد، هتطلع معاكي كده. وبمعلقة معيارية تحطيها في الزيت وتبتدي تشكلي. ما عندكيش المعلقة المعيارية دي، اتفضلي هاتي اي معلقة خلقها ربنا، المهم انك تحطيها في الزيت. تمام؟ شايفين؟ بكل بساطة انا بحط. بس انا هقول لكم على غلطة هنا بقى، هي مش غلطة، هو انا بصراحة ما كانش عندي زيت كافي، وهي بتحتاج زيت غزير جدا عشان يغطيها. الزيت لو غطاها بتاخد لون موحد، انما هنا زي ما انتم شايفين الزيت كان وسط، ما هواش غزير قوي. وانا كان ابني طالب مني الوصفة فكنت مضطرية ان انا اعملها يعني وكده. فشايفين؟ بص بقى انا بطلعها نص سوا كده ليه؟ علشان خاطر احنا عايزينها مقرمشة. فهطلعها كده في الوقت ده وهرجع اردها تاني عشان تقرمش معايا اكتر. بعمل كمية تانية اهو، ودي هسيبها تستوي عادي، علشان خاطر في مننا بيحبها مقرمش وفي مننا بيحبها طري. انا عن نفسي بحب اللي هي الفتحة دي الطرية، اللي يعني
بحبها اكتر. هي ما بتبقاش طريه زي ما انتوا فاهمين الطراوه اللي في بالكم، بس ما فيهاش القرمشه الجامده طبعا بتاع اللي احنا بنردها في الزيت تاني. شايفين ما شاء الله متكوره قدامكم. ومش عاملة طبعا بقى الحاجات الفقاعات والاشكال والفيل والارانب والحاجات اللي بتطلع معانا دي. ظبطي العجينة واعملي كده. ممكن على فكرة تحطيها في كيس وتقصي بالمقص، بس انا بصراحة ما ظبطتش معايا الطريقة دي بامانة، علشان خاطر الزيت زي ما قلت قليل. فاتأكدي قبل ما تبدأي ان عندك زيت كافي. انا بصراحة ما اتأكدتش من الخطوة دي يعني. تمام. شايفين بقى تطلع اللون ده وتتشال، وبعد كده عايزة ترديها تاني اوكي، مش عايزة خلاص. على فكرة ممكن تحطيها في الفريزر وتخرجيها باللون ده كده اهو، وتبتدي تحمريها لو جالك اي ضيف او انت حابة تاكلي حاجة حلوة في وقت سريع، وحطي لها بقى اللي انت عايزاه. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة فضلا، وطبعا اللايك علشان خاطر يعني الفيديو اترفع. وبشكر كل اللي بيتابعني وكل اللي بيدعمني وبيشارك لي منتدى. شكرا جزيلا ليكم. بصوا بقى ما شاء الله طالعه تجنن ازاي. انا بصراحه اللي قريب لقلبي هي الفتحه دي اللي فيها سنة طراوة مع سنة قرمشة. انما دي مقرمشة بصراحة جدا، اللي هي مقرمشة بقرمشة طرية من جوه ومقرمشة من بره. شايفين متكورة وزي الفل اهو. تحسي انك عاملة انجاز كده والله. يعني الواحد بيعمل وصفات كتير وقليل وبتطلع ناجحة، بس تيجي في حاجات معينة زي الزلابية كده لا، او تطلع مكورة انت بتبقي سعيدة من جواكي. بصوا بقى ده هعمل شوية بالعسل. ده الشربات يا جماعة كان عندي في الفريزر بتاع ده في التلاجة، فانا حطيته يعني. لو انت عايزة تعرفي مقدار الشربات فهو بيبقى شربات تقيل من بتاع الكنافة يعني. كوبايتين سكر وكوباية مية وعصرة ليمونة وشوية فانيليا، وسيبيهم يغلوا 10 دقايق كده على النار، وارفعيه وسيبيه بقى يبرد، يبقى تقيل بارد. شايفين؟ ومفيش مانع كده لما ترشرشي على الوش كده منه، او لو عندك عسل ابيض يا سلام، يبقى يعني اصح واجمل كمان. معايا هنا بقى دي بصوا بقى انا حبيت ان انا اقلد زي ما كنت بشتريها من الست في الاعياد. والله يا جماعه كانت ست قاعده عندنا كده على ناصية الشارع، وكنت اروح اشتري منها تديها لي بقى كده وجميله، وهي نفس اللي انا عاملاها دي بالظبط. وكانت بترشرش لي عليها السكر البودرة. حقيقي دي اطعم يعني نوع انا عاملاه فيه بامانه. انتي بقى وذوقك. في نوع تاني اهو انا عاملاه عشان خاطر اولادي. جبت شوية كده ورحت جيت بقى سيحت شوكولاتة خام على حمام بخار يا جماعة، وحطيت للشوكولاتة بعد ما ساحت معلقة زيت صغيرة كده، وقلبتها ورحت ابتديت ارشها، اعمل لها صوص كده على الوش. برضو كان طعمها جميل. هما كان اطعم حاجتين، اولهم البودرة، وتاني حاجة الشوكولاتة عن كمان العسل بصراحة يعني. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، واشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم.